كل المغاربة الفقراء يطالبون بإلغاء عيد الأضحى لهذه السنة 2023 بسبب فقرهم المدقع في هذه السنة. الفقراء يعانون بالمغرب وكلنا فقراء أمام الله، لكن الحكومة تخرج بقرار نهائي وتحسم في الموضوع وتؤكد. هذه التفاصيل الإخبارية هي اللي وردتنا غير دابا لقناتنا هذه كازاوية نيوز، سنتعرف عنها بعجالة في هذا الفيديو الإخباري الجديد. قبل البدء سأكون سعيدة إن انضممت إلى قناتنا هذه كازاوية نيوز، قناتكم الإخبارية التي سنوافيكم من خلالها بكل المستجدات الإخبارية المتعلقة بمملكة نونا العظيمة الشريفة. فقط فعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بإشعار أخبارنا المغربية، وشكرا لكم. والآن إلى التفاصيل. بلا شك أنت أو أنت كفقير كتطالب بإلغاء عيد الأضحى بسبب الغلاء، لكن الحكومة كتخرج بتصريح جديد وكتطمن المغاربة وكتقول للفقراء المغاربة وكلنا فقراء أمام الله أن هذا العيد أو هذا العام العيد كاين وغادي يدوز بخير وعلى خير. هكذا قالها رئيس الحكومة بالحرف الواحد. العيد هذه السنة كاين وغادي يدوز بخير وعلى خير، هي الجملة أو الجملة التي طمأن بها عزيز خنوش كاع المواطنين المغاربة، وقال أنه لا خوف بسبب أو بخصوص عيد الأضحى بهذه السنة، حيث قطع رئيس الحكومة عزيز خنوش الشك باليقين بخصوص إحياء المغاربة شعائر عيد الأضحى هذا العام، بعدما ترددت في الآونة الأخيرة الأخبار تفيد بأن المغاربة لن يحيوا الشعيرة هذا العام بسبب تداعيات الجفاف وتأثيره على القطيع الحيواني وبسبب الفقر. أخنوش وهو يتحدث مساء يوم أمس في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب خصصت لمناقشة موضوع الرؤية الحكومية لإرساء المنظومة وطنية للسيادة الغذائية، قال أن الحكومة تعمل على ضبط الأسعار لتبقى في متناول المواطنين جميعا رغم الظرفية الحالية الفلاحية طبعا الصعبة التي تجتازها البلاد. وأشار أن الحكومة تعمل على بقاء أسعار الأضاحي في الفترة المقبلة مستقرة، مذكرا بالعقود البرامج التي أشرف على توقيعها الأسبوع المنصرم في الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس بين الحكومة وأكثر من 19 فيدرالية بمهنية التي خصصت لها اعتمادات مالية تفوق 110 مليارات درهم، والتي تشمل جميع سلاسل الإنتاج للحفاظ على الأثمنة ومضاعفة العرض والمنتوج. كنت معكم أنا على كازاوية نيوز، كانت هذه آخر الأخبار التي وردتنا، شكرا لكم على حسن المتابعة.